هالو everybody how are you؟ أهلا بيكم من جديد متابعين قناة ميس إنجليزي. معادنا النهاردة إن شاء الله مع سيشن جديد من كتاب التأسيس بوك اند بن. لو حابب إن مفيش حاجة تفوتك من فيديوهاتنا اعمل سبسكرايب اشتراك الكلمة اللي باللون الأحمر اللي تحت الفيديو وما تنساش اللايك والشير. نبدأ بسم الله. قبل ما أبدأ شرح درس النهاردة هنقرأ بعض الأفعال اللي هنستخدمها تحت في الشرح. وكلمة أفعال يعني verbs أفعال verbs. تعالوا نقرأ أول verb معايا أو أول فعل معايا open يفتح open يقرأ read يكتب write وما تنساش إن حرف ال W الأولاني silent. يستمع listen وخد بالك إن حرف T في listen حرف silent يعني يكتب ولا ينطق. listen يستمع listen. play يلعب play ينام sleep يغلق close يصرخ أو يصيح shout يقف stand up يجلس sit down يرسم draw يأكل eat. درس النهاردة بيتكلم عن الجملة الأمرية في اللغة الإنجليزية. يعني إيه جملة أمرية في اللغة الإنجليزية؟ يعني الجملة تبدأ بفعل أمر. الجملة الأمرية في اللغة الإنجليزية يعني الجملة تبدأ بفعل أمر. الفعل الأمر لازم يبقى أول الجملة ويكون في المصدر بدون أي إضافات. زي أول example عندي بيقول open your book يعني افتح كتابك. هنا open أول حاجة في الجملة فعل في المصدر بدون أي إضافات. يبقى الجملة اللي بادئة بفعل في المصدر بدون أي إضافات تبقى اسمها جملة أمرية. ولازم الفعل اللي أنا حط عليه سيركل اللي هو open يبقى في المصدر. أنا ما قلتش opens ما حطيتلهاش اس، ما قلتش opened ما حطيتلهاش اي دي بتاعت الماضي، ما قلتش opening الاي ان جي بتاعت الاستمرارية. قلت open your book. open فعل في المصدر infinitive بدون أي إضافات. open your book يعني افتح كتابك. طب الإكزامبل اللي بعد كده بيقول listen to me. listen يعني استمع. listen فعل في المصدر بدون أي إضافات. الجملة طبعا جملة أمرية. عرفنا إزاي إن الجملة بادئة بفعل أمر والفعل ده في المصدر بدون أي إضافات. ما قلتش listens حطت لها اس، ما قلتش listened حطت لها اي دي بتاعت الماضي، ما قلتش listen ما حطتش للفعل الاي listening، ما قلتش ing. listen to me يعني استمع إلي. الإكزامبل اللي بعد كده write your name. write يعني اكتب فعل في المصدر بدون أي إضافات. يبقى الجملة دي اسمها جملة أمرية. write your name اكتب اسمك. ما قلتش writes ما حطيتلهاش اس، ما قلتش wrote يعني كتب فعل ماضي، ما قلتش writing الفعل وما حطيت له ing. لا، الجملة الأمرية لازم الجملة تبدأ بفعل أمر والفعل الأمر ده مفروض يبقى في المصدر بدون أي إضافات. write your name يعني معناها اكتب اسمك زي ما في الصورة. طيب عندي example كمان زي ما واضح في البيكتشر أو الصورة اللي عندك stand up يعني قف. ده فعل أمر في بداية الجملة. stand up يعني قف. and read the lesson يعني اقرأ الدرس. وبرضو هنا read فعل أمر والفعل الأمر لازم يكون في المصدر بدون أي إضافات أو ممكن نقول عليه infinitive. stand up and read the lesson. آخر example معايا raise your hand يعني ارفع ايدك. raise يعني ارفع فعل في المصدر بدون اي اضافات والجملة دي جملة امرية. عرفنا منين ان الجملة بدأ بفعل والفعل ده في المصدر بدون اي اضافات. raise your hand. طب هعيد تاني الجمل دي open your book
كاتبة بالعربي يعني افتح كتابك، جملة أمرية. open فعل infinitive في المصدر بدون أي إضافات. طب الجملة اللي بعدها listen to me. listen to me يعني استمع إلي، استمع لي. listen to me استمع إلي، زي ما حضراتكم شايفين في الصورة. الإكزامبل اللي بعد كده write your name. write يعني اكتب، your name اسمك. write your name يعني اكتب اسمك. write فعل في المصدر. stand up قف. and write and read the lesson. read هنا معناها اقرأ، برضو فعل أمر في المصدر بدون أي إضافات. آخر حاجة raise your hand مكتوب تحتها بالعربي ارفع إيدك، زي صورة الولد اللي قدام حضراتكم. raise your hand يعني ارفع إيدك. زي ما عودتكم قناة ميس انجليزي ان بعد شرح الدرس بنحل على البراكتس الصغير. اتكلمنا عن الجملة الأمرية في اللغة الإنجليزية، قلنا الجملة الأمرية لازم تبدأ بفعل أمر، والفعل ده لازم يبقى في المصدر بدون أي إضافات. وكمان هنتكلم عن الجملة في صيغة النهي، لازم تبدأ بدونت. الجملة في صيغة النهي لازم تبدأ بدونت. دونت بيبقى معناها لا. don't eat in the class يعني لا تأكل في الفصل. خد بالك ان بعد دونت لازم يجي وراه الفعل في المصدر بدون اي اضافات زي eat. الاكزامبل التاني write يعني اكتب a name. write your name كنا خدنا الجملة دي أثناء الشرح. write your name يعني اكتب اسمك. number 3 to your teacher يبقى listen to your teacher يعني استمع إلى معلمك. listen to استمع إلى. let's number 4 let's يعني هيا بنا. خد بالك ان let's هيا بنا لازم ضروري جدا يجي ورا verb infinitive فعل في المصدر بدون اي اضافات. ما ينفعش اقول read محطوط لها اس او reading محطوط لها ing. let's read the lesson هيا نقرأ الدرس. number 5 بيقول your book كتابك، يبقى أكيد الفعل المناسب ليه open your book افتح كتابك، وهنا open طبعا فعل أمر بيكون في المصدر بدون أي إضافات. number 6 don't دي جملة في صيغة النهي. don't يعني لا. don't معناها لا، لازم يجي ورا verb infinitive في المصدر. don't a in the class يبقى don't play in the class يعني لا تلعب